اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، وأنت أصدق القائلين، وأصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديثا. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أممنا، وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألنا ربنا أعطيتنا. فلك الحمد والشكر كثيرا كما تعطي كثيرا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. لك الحمد كالذي نقول وخير مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة آتية لا ريب فيها. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده لأنت لقدرته الشدائد الصلاب، غافر الذنب غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب. لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وصلوات الله وسلامته على نبيه وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله إلى كافة الثقلين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد على ما يسرت من صيام رمضان وقيامه، وتلاوة كتابك العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بني إمائك، نواصين بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به من علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وذهاب أحزاننا، وجلاء همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم انفعنا اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي أيدت سلطانه. وقلت يا أعز من قال سبحانه: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظامنا، وأفصحنا كلاما، وأبينها حلالا وحراما، ظاهر البرهان، محكم البيان،
محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وطرف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ولا يضيع حدوده. اللهم ألبسنا به الحلل، واسكنا بها الظلل، وادفع عنا به النقم، وزدنا به من النعم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النيران مخلصا. اللهم اجعله شفيعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن قاد القرآن إلى الجنان، ولا تجعلنا ممن أعرض عنه القرآن فزج في قفاه في النار، يا واحدا يا قهار. اللهم وفقنا في هذه الليلة المباركة لما تحب وترضى. اللهم انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن الضلال إلى الهداية، ومن الذل إلى العز، ويا ذا الجلال والإكرام، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها، يا حي يا قيوم. اللهم وفقنا في ليلتنا هذه إلى ما تحب وترضى، وفي كل أعمالنا، يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، ولا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، وعند ختمه من الفائزين. اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين غالته بالدنيا عن الدين، فأصبح من النادمين، وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم قد ختمنا كتابك، ولدنا بجانبك، فلا تطردنا عن بابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرض ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن تعتق رقابنا من النار بمنك وكرمك يا رحمن. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الإلحاد مطمئنين، وعند قيام الأشهاد آمنين، وإلى أعلى جناتك سابقين. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا. اللهم يمن كتابنا،
وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا ويسر حسابنا، وارزقنا جوار نبيك صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أعز عن الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئن وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق إمامنا إلى ما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه والنائبيه وأعوانه وسائر إخوانه والمسلمين جميعا إلى ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جازهم على ما قدموا للإسلام والمسلمين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، وزدهم من الهدى والتوفيق يا حي يا قيوم. اللهم وفق علمائنا وقضاتنا ودعاتنا وجميع المسلمين إلى ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمنا في أوطاننا وآدم الأمن والاستقرار في ربوعنا. اللهم ارفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان المحن والبلايا والفتن والرزايا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والرباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن والمسكرات والمخدرات والسحر والشعوذة وسائر طرق الفساد والغواية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في بلاد الإسلام. اللهم اجعلها قنوات توجيه وتربية، ولا تجعلها وسائل هدم وتدمير للقيم والفضائل. اللهم ول عليها الأكفاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وقفنا في هذه الليلة المباركة، اللهم وفقنا في هذه الليلة المباركة وفي سائر الليالي لالتزام طريق التوبة النصوح. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر الليالي من شهر رمضان بعتق رقابهم من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وقربائنا وذوي أرحامنا ومن له حق علينا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم اعتق رقابنا جميعا من الله. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعده على الأمة الإسلامية وهي تغفل في ثوب الصحة والمنعة والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم انقذ مقدسات المسلمين من عبث العابثين وعدوان المعتدين. اللهم انقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود الغاشمين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم لا تمكن فيه لأعدائك يا رب العالمين. اللهم أخرجهم منه أذلة صاغرين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب الأرض والسماوات يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم ارفع الضر عن المتضررين والبأساء عن البائسين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرنا وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم لا تجعل ممن حظه من صيامه الجوع والعطش ومن قيامه السهر والتعب. اللهم إنا نسألك مسألة الخائفين ونبتهل إليك ابتهال المذنبين، ابتهال ودعاء من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم. اللهم فتقبل دعاءنا وصيامنا وصلاتنا يا حي يا قيوم. اللهم لا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل
وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلوات الله وسلام على خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ببركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام إلى يوم الدين.